سيدنا عثمان على 10 مبشرين بالجنة، وتصور على أمهات المؤمنين عائشة وحفصة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، ونحن نتعبد الله ونتقرب إلى الله تعالى بقربه وبالدفاع عنهم. الشيعة الروافض يتقربون ويتعبدون الله تعالى بالسبت ولحم وبالحرم العلم له. احذروهم، احذروا الشيعة الروافض. سيدنا أبو بكر كان يرى عند حبيب النبي، فدخل على حبيب النبي وفد من اليمن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن وتخيل يعني كيف يكون حال القرآن إذا قال محمد الحبيب المختار. الجماعة في اليمن أول ما سمعوا الحبيب الذي أراد هذا القرآن فاضت أعينهم من الجنة. وهنا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هكذا كنا قبل أن تقسو منا القلوب. يعني كنا من كده زيهم لما نسمع القرآن على طول الأعين تقول بإيه؟ بالدم قبل أن تقسو منا القلوب. تعالى إلى سورة البقرة. قال الله تعالى: قال من الصالحين ولا يكون استثناء بقرة، أي بقرة قتل قبيل في مجلس إبراهيم فذهبوا إلى موسى وقالوا إلى موسى: أنت الذي تدعو محمد رسول الله وكلمه الله، أنت الذي تدعو وتدعو إن كنت خالصا فضل الله تبارك وتعالى أن يخبرك بقاتل ابن عمنا. فسأل موسى ربه أن يدله على قاتل هذا القتيل. قال موسى لقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أمر الله تعالى موسى أن يذبحوا بقرة وأن يقطعوا ذيلها، ثم يضربوا هذا القتيل ليقضى القتيل يخبره بقاتله. فقال موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتتخذونه سبع سهل بنا موسى. قال قول هذا من الجاهلين. قال: لنا ربك يبين لنا. قال: إنما أمرنا بغضب لا يطالب بسببه عوام بين ذلك محمد. قال: لنا ربك يبين لنا ملكه. قال: إنما أمرنا بغضب صفراء فاعتبر الأمور تكون صاري. قال: لنا ربك يبين لنا ما هي إلا الأمر شد عليه ومن إن شاء الله لمهدون. قال: إنما أمرنا بغضب لا تدور تثير الأرض ولا تنسى الحرب مسلمة لا شيء فيها. قال: الملك بالحق فدمعوها وما كانوا يفعلون. وإن قتلتم نفسا فتاركتم فيها والله يخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه على طول ايه؟ المقتول. اضربوه بمعصية البعض هنا هو الايه؟ البيت. فانتصر قائما وقال: قاتلي فلان هذا العمل اللي قتلني فلان ده اللي كان بيطلب إليه. بالله عليك لو حضرتك رفضت المشهد واحد قتيل سبب اقتصاد الجهاز والشرطة والصحة عشان يقولوا غدا ويقضي الأسفل تعالى دين الفقرة ويضربوا كده واحد ويقول لك يا جماعة ما تظلموش حد اللي قتل فلان هذا العمل. الموقف ده يقول لك القلب يرقص القلب. يعني ترى آية من آيات الله تعالى في قلب إحياء النور. يقول الله تعالى: ثم قتلت قلوبكم من بعد ذلك. يعني المشهد ده لما يرقص القلب ده يرقص القلب فهي الحجار أو هنا بمعنى بال أشد قسوة. وإنما الحجار لنا يتبدل منها النهار وإن منها لنا يشربنا منه الماء وإن منها لنا يأخذ من خشية الله والله ربنا عما تعملون. قال الله تعالى في سورة المائدة: فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا
الاثنين نقض العهد مع الله فبما نقضهم ميثاقهم او العقوبه لعناهم يعني ايه؟ ضربناهم برحمتنا ورزقنا باب رحمتنا كما لعن الله تعالى ابليس وكما لعن فرعون وكما لعن هؤلاء لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحاربون الكذب عن مواضعه. في سوره الانعام قال ربنا جل وعلا وصلنا الى من قبلهم المقصود من النبي المحاضره الرسول عليه الصلاه النظرية الثلاثة تستطيع بإيه؟ خلقت شرعان كده واحد الله ولقد أخذنا يأتون من قبل فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون قلب الأرض عند الابتلاء يكون خلاص وأقرب إلى الله تعالى من الحال العربية دائما الإنسان في حال عربية كأنه يستطيع عن الله أول ما ربنا السميع على طول يكتسب ويبكي ويخضع ويرفع الله من الملك جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول لعلهم يتضرعون يعني ربنا سبحانه وتعالى أخذهم بالبأساء وإيه؟ والضراء عشان يرجعون فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا ولولا هنا بمعنى أن التي تفيد التحضير أي هلا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا لهم ولكن إيه؟ قرروا قلوبهم فلله يعني في حال الضراء متى تكون هذا القلب هو قال سبحانه وزين لهم شرهم كما يعملون امر من الشيطان يقضى على الارض في ايام الناس حتى يرى حسب ما ليس بحسبه والامر لكم المخسرين اعمالا الذين قالوا سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وانضلت عنهم هذه الدنيا قال تعالى أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنا كم من أناس ساءت أعمالهم يرون أنهم أرجى خلق الله تعالى سبيلا قال سبحانه فلما نزل الناس بذنوبهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء ودي كده حكمة يا اخوانا ربنا تعالى كلما أقرب في الصلاة كلما أقرب في المعاصي كلما فتحت عليه الدنيا بأسفة وحنا أنا عمل الصبر مراجعة والابتلاءات والمصائب على المصطفى عليه وعلى العلاج وعلى الإنسان وما فيش يوم بيغفر لي وفلان ده قال بيصلي والنهار رمضان ورجل كتير ويعرف وذكر النساء والمصائب كلها والتوقع كله لغايه كده والراجل ده مش حد عايش حياته زيه طب انا ايه كده طب ما نجرب كده ونكنسل الصلاه ونشوف ممكن يكنسل الصلاه ويعمل لها سبحان الله طب وانا ايه زي مع الصيام اركب الصيام كامل واحد بس البعض كده يقول زي واحد يقول لك والله يا عم الشيخ الحمد لله يا رب العالمين انا ما اقولكش استئانه والبدايه لا قبل كده ولا بعد كده تقول له طيب يا سيدي انت يعني انت بتصلي تقول له انا هو عن حته الصلاه بقى حته الصلاه بقى ايه حته تقول له طيب يا سيدي طب الصيام وحته الصيام دي كمان حته الصيام طب يا سيدي ربنا نزل عليكم ووسع عليكم الارزاق عملت ما شاء الله وعمل ذكر الصدقات بطبع عملك وحته الذكر كمان يعني طلع لك كله قطع رياض كله حته صحيح كل يخرج شويه واحد يتفضل على نفسك دماغك يا شيخ نعم
انت حضرتك شماك بضرار عايز الله. طب والله عايز تكسر فضلت ايوه والله انا يعني منتقله الحمد لله والله كده الفكره وحياه ومن في الارض والاخ ده محتار اول مدته من اول بس مش ربطها له ما تطولش. طب ايه عملوا كده؟ ده كمان عملوا مدته يعني اخ بس المشكله عنده هو مش ربطها له ما تطولش. يعني جمع المسلمين هذا المثال. فالناس اللي عملوا بتبدا بقى تتعامل مع الدين بهذه يعني الرفقه وهذا الانتصار. والله تعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بايه؟ بقوه. الله تعالى يقول والذين يمسكون بالكتاب فاستمسك بالذي اوحي اليك. خذ الكتاب بقوه، قوه الرجال عظيمه الله. قال الله تعالى فلما نزلوا جنودهم فتح عليهم ابواب كل شيء حتى اذا بلغوا بما قولوا اخذناهم بغته فاذا هم مخلصون فقطع عليهم الرسول الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ربنا جل وعلا في سوره الحج وما قدمنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فيفتح الله عليهم الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما يكون الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد. والقاسية قلوبهم فجرى وليعلم يقول لك أو حق ربهم ما ربك في القلوب فمختلف الأمور وإن الله لا يتكلم إلى صراط مستقيم ولا يزال يتكلمهم في بداية منه حتى يأتيهم الساعة رغم أنه يأتيهم عذاب يوم عظيم. فقط ذلك القلب السليم والقلب المريض والقلب الميت قلوب الثلاثة. انت ضربت هذه الآيات والبيان ذكر كل واحدة من الرابعة. قال ربنا سبحانه في سورة الزمر أما من شرح الله صدره للإنسان فهو على نور من ربه. نور هو على نور من ربه في عبادته، على نور من ربه في معتقده، على نور من ربه في اتباع هدي حبيب النبي، على نور من ربه في كل امور وشؤون حياته. فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اختبر القلب كده. القلب لما يدخل الذكر فتلك علامات من علامات خير في هذا القلب. والقلب الذي يرفض ويرفض الذكر كما ترفض الارض السابقه الحبه او البذره فتلك علامات من علامات شقاء